السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ومبارك. اليوم جيتكم بشربة فريك على الطريقة البوسعادية وبنتها كيما تاع الأعراس. طريقة تحضيرها سهلة ما تشدش الوقت. تابعوا الفيديو باش تحضروها للشهر الفضيل. يلا نشوفوها مع بعض ونقولوا بسم الله. أول حاجة عندي قطع اللحم الخروف، ومن الأحسن يكون فيهم العظمة ويكون فيهم الشحمة، أكيد إذا كان متوفر عندكم. نحط عليهم 3 مقارف طماطم مصبرة ونصف ملعقة عكري، ونزيد مقرفة طماطم يابسة مرحية كيما نقولوا احنا في المنطقة تاعنا طماطم مشرحة. نزيد 2 ورقات رند و5 مقارف زيت. بقالي الثوم والفلفل الحار راح نحطهم في المهرس وندقهم مع بعض مع شوية ملح. وهنا الفلفل راه اختياري على حساب الحرارة اللي تحوسوا عليها، تحبوا تنقصوا او تزيدوا اكثر. في المنطقة تاعنا بوسعادة معروفين بالمهرس، ما نستغناوش عليه في الكوزينة، لازم ندقوا فيه يمد طعم خاص من اللوح. واللي ما عندوش المهراس سنة الثوم كرفشوها وجعبة الفلفل لوحوها هكذاك. نفرق المهراس ونضيفه للخليط وما نساوش نشلوه بشوية ما بقى لي الا نزيد نضيف شوية ملح في الاخير، لاني كنت حطيت شوية برك في المهراس باش يدق لي الثوم. نحط الكوكوط فوق نار هادية ونخلط هذه المكونات كامل مع بعض، وتحاولوا تقلوها لمدة 20 دقيقة، وكل ما تخلطوا حطوا المقطع عليها وما تنساوش تنقصوا لها للنار. واذا شفتوها نشفت ورايحة تلصق معكم تقدروا تزيدوا لها شوية ماء. بعد ما مرت عليها 20 دقيقة رايحة نضيف لها الماء سخون. رايحة نقول لكم بالتقريب شحال درت الماء. درت حوالي 2 لتر وربع. البنات الماء حطوه سخون. رايحة نزيد هنايا حبات فويلة يابسين، فول حجمه صغير نقولوا له فويلة. اكتبوا لي في الكومنتير واش تسموه في المنطقة تاعكم. ونزيد نحط حبات حمص نص طياب. وفي الاخير الحاجة الاساسية تشيشة فريك، كانت شيشة مرمز وكانت شيشة فريك تجي خضرة كيما هاك، ولكن قبل ما تطيبوا بها لازم تفوتوها بمرحلة راح نوريها لكم في هذا الفيديو. ومن الأحسن ما تقسلوها ما تشمخوها، أنه البنة تاعها رايحة تروح. كما تعرفوا الزرع باش يلحق لينا يحرقوه في النار، وإذا غسلتوه هذيك البنة رايحة تروح. درت تقريبا 2 مقارف برمة من التشيشة، خليتها هزت القلية وقلقت عليها ويخرج الهواء باش نحط الصفارة. ونحضروا الكزبر اللي راح نديروه من تالي. عندي العروق تاع الكزبر نحطهم مع الثوم وندقهم مع بعضهم، والورقات قطعتهم وحطيتهم على جهة. ندقوا ونحطوا كي طيب التشيشة نزيد لها. وهنا كي تشرو التشيشة اول حاجة ديروها لازم تفوتوها في صيار زرع، يعني لخشين كامل، ومن بعد نمروها في الصيار الرقيق. رايحة تهبط منها قبرة تاع التشيشة. اذا كانت كمية كبيرة هبطت لكم وطيبتوا بها التشيشة في البداية تلصق معاكم التشيشة، اجمعوها حطوها في بلارة باش تستعملوها في الاخير. اذا شفتوا التشيشة تاعكم بعد ما طابت مايها ماهيش عاقدة تزيدوا لها مقرف من هذه التشيشة رقيقة رايحة تخثر لكم المرقة. واذا كانت شوية برك خلوا عليها مش رايحة تأثر، وطيبوها مع بعضها. خليت التشيشة تاعي طابت 45 دقيقة بالتمام. هذه المقرف كيلت بها التشيشة 2 مقارف برمة تاع التشيشة، قبلت لها 2 لتر وربع تاع الماء تقريبا من الماء، وممكن تروح حتى 2 لتر ونص من الماء، وتطيب على نار متوسطة مدة 45 دقيقة. أعطيت لكم المقادير بالتقريب خصوصا اللي ما يعرفوش يديروا الكيل تاع الماء. وقبل ما نطفي عليها رايحة نضيف الكزبر اللي دقيته مع الثوم، نحله في شوية صوص ونخليه لمدة نصف دقيقة ونطفي عليه. وما ننساوش لفاح البوسعادي، حطيت مقرف كاملة من اللفاح، واللي ما نستغناوش عليه في الأكلات التقليدية اللي فيه الكزبر اليابس والبسباس العربي، وكاين اللي يزيد له الكروية كما يقولوا في بعض المناطق راس الحانوت. اذا كنتم مهتمين بلفاح البوسعادي حطوا لي في التعليقات، دير لكم فيديو قصير عليه كيفاش تحضروه. وفي الاخير اللمسة الاخيرة هي النعناع اليابس، ميبسينه في الدار وراحينه ومخلينه سبيسيال التشيشة فريك البوسعادية، ما فيها لا خضرة لا بصلة لا ليزيبيس ياسر، طباعها الثوم ولفاح. وما نحكي لكمش على هذيك البنة والريحة اللي طالعة من التشيشة، راح تجيكم ملبنة ومدردرة كي ما راكم تشوفوا فيها. ما نحكي لكمش يا البنات، ما تنسوش تجربوا هذه الوصفة بهذه الطريقة وردوا لي الخبر. شهية طيبة وربي يتقبل الصيام والقيام يا رب العالمين. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يطلع لكم الجديد، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. سلام.